الوضع الحالي هو الوضع الحالي في شيئين. الشيء الأولي يعني أنا شايف كارثة ممكن تحل في البلد قريبا، وهذا شيء محزن حقيقة. شلون الواحد يتأسف الواحد يقوله، لكن مع الأسف الشديد سير الأحداث مؤخرا يوحي بشيء غير عادي. الشيء الثاني المفرح ان الواحد يشوف اهتمام الشباب في القضايا العامة، وهذه بداية مباركة لتحرك شبابي. لكن هذا التحرك ما أتوقع منه نتائج سريعة، لأن طبيعة المشكلة في الكويت بالرغم من صقرها وإمكانياتها المادية والبشرية صار في ثقافة عامة مع الأسف الشديد، هي ثقافة عدم الاهتمام بالفساد اللي يدور، وهذا الجو الفاسد ينتج شيء جميل بسرعة ما ممكن، لأن في أمور دخلت على المجتمع ما كانت موجودة بالأول، وهي يمكن الواحد يقول دخلت عن عمد. اللي هي الاستهتار اللي صار كأنه مقبول من الجميع أو من مجموعة كبيرة. يعني الرشوة والمحسوبية، التفرقة العنصرية والطائفية والفئوية، قبولها واعتبار الرشوة صارت دارجة. أكثر من قبل؟ إيه حتما يعني أنا بعتقد بحياتي كلها ما شفت حالة من التردي في الأوضاع والأخلاق والتصرفات والكلام المثير المدمر والفساد اللي صار أشكره، مثل ما تقول بوقاحة والسكوت عنه. يعني هذا الوضع ما شايفه من أول، ما كان موجود. فهني الشباب يعني أمامهم مهمة مهي مستحيلة بالطبع، بس مهمة صعبة، وخصوصا مثل ما لاحظ أن كثير من الحقائق غايبة عنهم، وهم ما يمكن معرفتهم في جزء قليل من التاريخ الكويتي الحقيقي، لأنهم ما عاشوا فترات سابقة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى قناعات معقولة. فمهمتهم راح تكون صعبة، وخصوصا التخريب المدمر لا يزال مستمر.
تعليم بالدرجة الأولى، يعني في غسيل المخ للنشء، وأجهزة الإعلام الرسمية وحتى الخاصة قاعدة تلعب دور مدمر مفتت للمجتمع. الشباب بحاجة إلى وقت حتى تتضح الصورة لهم ويكونوا قناعات تصب في مصلحة الوطن، استقراره وتقدمه، يبون لهم وقت. لكن اهتمامهم أنا باعتقادي هذا الشيء الإيجابي بالقضايا العامة، وهذه أول خطوة في طريق الإصلاح. وأقول الله يوفقهم، وعلينا الصبر لازم نتحمله، لأن تغيير طبيعة تفكير المجتمع عملية مو سهلة. دكتور أنت واجهتك المشكلة هذه بالخمسينات. إي بس الظروف غير الحقيقة. أما اللي خايف منه هو المسلسل اللي بدأ من 65، واللي هو عدم قناعة أطراف متنفذة بالعائلة الحاكمة، قناعتها بأن دستور 62 كان غلطة تاريخية ارتكبها عبد الله السالم، وأنه لازم تصحيح هذه الغلطة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بالسابق. فمن موت عبد الله السالم أو من مرضه بدأت المحاولات لتصحيح هذه الغلطة اللي ارتكبها عبد الله السالم بتأييده قيام نظام ديمقراطي تلخص في معالم تلخصت في دستور 62. ما في واحد داعي يسترسل تفاصيل شنو المحاولات اللي صارت، لكن هي بدأت بقوة، إلا أن كل محاولة فشلت لم تنجح. تزوير انتخابات 67 لم يحقق أهداف. قضية اللعب بالانتخابات للحصول على أغلبية في كل مجلس لتعديل الدستور وإلغاء الدستور ما نجحت. اللجوء لخارج المجلس بتشكيل لجان لتغيير الدستور من أشخاص هم انتقوهم أيضا ما نجحت. فلجنة تنقيح الدستور لم تقبل التعديلات اللي قدمت لها، وبالتالي الأشخاص اللي فيها ما هم ضد النظام أبدا، لكن رأوا في خطورة تغيير الدستور، لأنه هو اللي حامي الكويت ويحميها بالحاضر والمستقبل. فلذلك ففشلت. بالطبع كان في تحرك شعبي أيضا في هذاك الوقت لفضح المحاولة، لأن لما طلعت الاقتراحات المقدمة كانت صدمة للجميع. منها دكتور؟ والمناسبة أن الاقتراحات اللي قدمت اللي هي تحول مجلس الأمة إلى مجلس استشاري، حتى
محاسبة الوزير أو الكلام عنه لا تجوز، وتصير في محاكمة أي نائب يتعرض للوزراء والحكومة. يمكن الواحد يقول شغلة، لما شكلت اللجنة، الحكومة شكلت لجنة تنقيح الدستور، اجتمعت اللجنة فقالوا لها هذا الدستور ما يصلح، فأنتم لجنة حتصلحون الدستور. قال لهم أوكي، بس ما هي المواد الدستورية اللي أنتم تعتقدون أنها يجب أن تتغير حتى تصير الحياة ديمقراطية بالكويت أحسن؟ فقالوا لهم لا، أنتم. فقالوا احنا يعني ما احنا جايين وقايلين انه يعني في شيء بالدستور، ما نعتقد انه في شيء بالدستور يعني مو زين، بس انتم بخبرتكم قولوا لنا، اعطونا مشروعكم. فصار في تردد في اعطاء المشروع. بعدين لما اصروا يا تقدموا مشروعكم يا تسمحوا لنا، فقدموا المشروع لاثنين او ثلاثة من الاعضاء يطلعون عليه. لما اطلعوا عليه كان في تعديلات غير معقولة، فقالوا إذا تبون احنا نكون باللجنة رجاء تشيلون هذه المواضيع غير قابلة للنقاش. وللأمانة أقول يعني حتى أعضاء اللجنة رفضوا بالإفصاح عن هذه المواد، يعني ما قالوا حق أحد. وحتى أنا لليوم ما أعرف شنو هي هذه المواد اللي هم شالوها رأسا، مع أن بعضهم حي لكن اعتبروها أمانة مجالس شلون، فأبدا ما أفصحوا فيها. لكن الاقتراحات اللي قدمت شلون، قالوا شيلوا هذه وقدموا البقية اللي ممكن تكون قابلة للنقاش. فلما استعرضوها وجدوها أن يعني تلقي الدستور، تلقي الديمقراطية، ففشلت المحاولة. ثانيا غير المحاولة هذه، محاولة مثل ما تقول التحكم في مجلس جاي يضمن فيه أغلبية الثلثين لتغيير الدستور. فرأسا فاجأونا بالدوائر 25، الدوائر الصغيرة يسهل التحكم فيها. وفعلا نتيجة الانتخابات كان واضح أن الأصوات المطلوبة لتعديل الدستور الثلثين متوفرة في المجلس اللي انتخب، وكانوا مطمئنين انه راح يغيرون الدستور. لكن اللي صار التحرك الشعبي